محتارة تعملي ايه؟ تفرزي ولا تخزني ولا تعملي فطار وغدا وعشاء بمصروف البيت؟ افكار الميزانية كتير يا بنات. المهم ان احنا نوظفها صح وندبر ونوفر بطريقة معينة. هقولك النهاردة في الفيديو ده على شوية افكار انا متأكدة انها تعجبك. ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في اتم صحه وراحه بال، اللهم امين. مساءكم كله جبر خواطر، صباحكم كله هنا وسرور. ربنا يا رب يسعد قلوبكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الحلو. متنسيش من دعواتكم الحلوه. لايك حلو بقى للفيديو. لو اول مره بتشوفي قناتي، انا اختك اسراء، فضلا منك وليس امرا. لايك للفيديو واشتراك في القناه. عايزاكم كده يا بنات تشجعوني بقدر الامكان عشان انزل لكم فيديوهات كتير واطول مده الفيديو واعمل حاجات كتير قوي معاكم الفتره الجايه ان شاء الله. مش هتبقى ميزانيات بس، ان شاء الله هديكم افكار في حاجات حلوه كتير جدا، وهنشارك بعض كده في افكار حلوه. تعالوا بقى النهارده يا بنات واخداكوا للفيديو كده، فيديو جديد. بس اول حاجه هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حط لايك للفيديو وتعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. شويه مشتريات وهقول لكم هنوظفهم ازاي وهنعمل ايه. وانا امبارح لما عملت معاكم جرد الفريزر وعجبكم جدا جدا جدا، وده بسطني قوي يا بنات. شكرا ليكم بجد من كل قلبي. فانا بقى قلت ان انا هعمل معاكم النهارده فكره حلوه قوي للفيديو. في نفس الوقت هنكمل بقيه الفيديو المره الجايه، بس هديكم افكار كده لذيذه وحلوه. وعايزه اقول لكم ان احنا بنفكر بعض، انتوا تفكروني وانا افكركم. انتوا تفكروني بالنواقص وتقولوا لي اعملي كذا معانا يا اسراء، وانتوا كمان تقولوا لي اشترينا كذا وجبنا كذا والفيديو عجبنا، لا اعملي حاجه تانية. يعني عايزاكم تدوني افكار على قد ما تقدروا. تعالوا بقى كده نشوف النهارده اشترينا ايه وجبنا ايه. ما تقلقيش الميزانيه مش هتخسر معاكي، هديكي افكار حلوه جدا. طب اول حاجه يا بنات، انا جبت بطاطس الكيلو. الكيلو وربع يا بنات ب8. الكيلو وربع ب10. هي ب8، الكيلو وربع يا بنات ب10. اللهم بارك، حلوه جدا. يعني جميله جدا، انا عجبتني اكتر من المره اللي فاتت كمان. عايزه اقول لكم يا بنات، بطاطس المره اللي فاتت انا لسه ما حمرتش منها، يعني حرفيا. بس بصراحه كل ما بنزل وبلاقي الاسعار حلوه بحب اجيب. سواء بقى بتنفعني انا، اوقات يا بنات بيجي عليا فتره ما بنزلش خالص من البيت 3 4 ايام. فعايزه اقول لكم ان انا لما بشتري مشتريات كتير بتنفعني جدا. ممكن تنفعني الاسبوع اللي بعده واوفر الفلوس بتاعت الاسبوع اللي بعده، فاهميني يا بنات؟ فجبت كيلو وربع من البطاطس دي تحمير يا بنات، وحلوه جدا جدا. وعجباني اكتر من اللي فاتت كمان، كملمس كده وكشكل. اللي فاتت يا بنات انا بقيت واقفه بنقي، بحاول انقي الكويسه، بس اغلبيتها مخرمه يا بنات، مش عارفه ليه. لفيت السوق كله المره اللي فاتت، البطاطس ما عجبتنيش جدا شكلا. فديت حلوه كده وزنططه ولذيذه وجميله جدا. دي عامله 8 الكيلو وربع يا بنات ب10. جبت كمان كوسه يا بنات. الكوسه ديت هنعملها ايه ان شاء الله باذن الله. الكوسه دي هنعملها كوسه بشاميل. هوريكم بقى الكوسه البشاميل انا بخرطها ازاي او بعملها ازاي، يعني بقطعها التقطيعه ازاي بتاعتها. الكوسه يا بنات عامله 8 جنيه، فجبت الكيلو وربع ب10. عايزه اقول لكم الفيديو اغلبيته عشرات، يعني الخضار اللي انتوا هتشوفوه ده معايا يا بنات النهارده اغلبيته عشرات. تمام. الكيلو وربع ب10. اللهم بارك، جميله جدا، حلوه قوي قوي. انا بحب اجيب التخينه او الكبيره شويه دي. بتفرق معايا قوي قوي في التقطيع، لاني هعمل كوسه بشاميل فبقطعها تقطيعه معينه هوريها لكم كده مع بعض. فانا هخرطها للكوسه البشاميل يا بنات. طيب دي كده الكوسه. وعايزين بقى نجيب ونشيل، وكل مره هقول لكم الكلام ده عشان ننجز كده الدنيا مع بعض يا بنات. طيب تعالوا بقى اوريكم جبت ايه كمان. بصوا يا بنات، انا جبت بطاطا. البطاطا دي بقى حمرا حمرا، دي بقى ان شاء الله باذن الله هنلاقيها برتقاني من جوه، برتقاني زي ما بيقولوا. ماشي. المره اللي فاتت يا بنات بصراحه الكوسه ما عجبتنيش، قصدي البطاطا ما عجبتنيش خالص. بعد ما جبتها وعملتها وكده حسيتها من جوه لونها فاسخ قوي قوي. انا بحب البطاطا لونها كده برتقاني كده، باين عليها ان هي بطاطا، فاهميني؟ بس عملت كيس منها، مش مشكله ومش هيخسر معانا خالص خالص. هينفعنا وهتبقى حلوه جدا وهنعمل بيها وصفات حلوه قوي قوي. البطاطا يا بنات هتمشي خلاص. حاولي ان انت تكسبي الدنيا كده وتجيبي لك كده حوالي 2 كيلو من البطاطا. هينفعوكي قوي قوي. قسميهم بقى على الاكياس زي ما تحبي طبعا، على حسب انت عايزه تعملي الكميه قد ايه. حاولي ان انت تجيبي بقدر الامكان بطاطا وتخليها عندك في الفريزر، هتنفعك قوي قوي. وهتنفعك كمان في الظروف لو جايلك ضيوف على غفله، هتعملي كده الطاجن الحلو. طاجن البطاطا بالبشاميل اللي عملناه ده يا بنات حلو جدا. هتعملي افكار حلوه بيها، ومش الطاجن بس. وكنت اتسالت على البطاطا المشويه بتتعمل ازاي يا اسراء. انا بغسل البطاطا حلوه قوي قوي، وبحب يا بنات احطها في الفرن. هي يعني السؤال كان ان البطاطا في الفرن بتتعمل ازاي. انا يا بنات بغسل البطاطا حلوه قوي قوي، لان انتوا زي ما شايفين مليانه طينه. بنقعها الاول في شويه ميه كده حلوين، وبحط عليها سنه خل عشان البكتيريا والكلام ده كله، وبعدين بغير لها الميه. بس الطينه يعني بتطرى كده معايا، فبتتغسل بسهوله، ما بتقرفنيش كده وتتعبني. بغسلها حلو جدا. وبعدين يا بنات ببتدي ان انا احطها ارصها على شبكه الفرن او في صينيه.
اللي انت حباه على شبكه الفرن. هترجعي تنضفي الفرن بقى مكان ما بتنزل كده العسل بتاعها وهي بتستوي. تمام. عايزه تحطيه على صينيه وتدخليها الفرن، كل شويه بقى بص عليه. انا الفرن بتاعي يا بنات يعني البوتاجاز بتاعي 4 عيون والفرن مكتوم، فبتقعد عندي بالظبط تلت ساعه، بتقعد عندي تلت ساعه، لو زادت قوي قوي يبقى نص ساعه. عند مامتي بقى الفرن البوتاجاز 5 عيون والفرن كبير وواسع، فممكن تاخد لها سكه ساعه يا بنات في الفرن، حقيقي والله زي ما بكلمكم. فلو انت الفرن بتاعك سريع وكده حاولي ان انت تقلبيها، يعني هي على الجنب ده هاتيها على الجنب ده، بعدها افضلي قلبي فيها عشان ما تتحرقش منك. وبس بعد كده بقى اطلعها وباكل منها وخلاص، بقت البطاطا جاهزه معايا. فدي كده البطاطا زي ما قلت لكم الكيلو ب10، فجبت كيلو. جبت كمان يا بنات الطماطم الطريه دي جميله قوي يا بنات، انا بحبها. بصلصها يعني وبشيلها عندي، بتبقى حلوه قوي قوي. هنعملها مع بعض ان شاء الله الفيديو الجاي، وهنعمل كمان الكوسه وهنعمل البطاطا. انا بس بديكم افكار كده النهارده عشان ان شاء الله باذن الله بفكركم وانتوا بتفكروني زي ما بقول لكم. طب بصوا يا بنات، الطماطم دي ب5 جنيه. والله يا بنات زي ما بقول لكم ب5 جنيه، بيبقى فيها شويه حاجات بس مش مخرمه، مش مفعصه، مش بايظه. لا يا بنات، هي بس فيها شويه غمقان كده، بتبقى كويسه جدا والله، يعني ممكن من الجنب. فانا بشيل الحته دي بسن السكينه كده، بقورها من هنا، الحته دي بقورها بسن السكينه وخلاص، بسلقها وبعملها. ولو انا هعملها للطبيخ، انا في الطبيخ يا بنات بقطع القمع واغسلها، او بقطع الحته دي واغسلها حلوه قوي قوي واضربها في الخلاط يا بنات، وبعدين بعملها زي ما هي بقشرها. انا في الطبيخ بعملها بقشرها زي ما هي، انما في الكشري، في المكرونه، في الحاجات اللي هي بحب كده الصلصه تبقى يعني جوسي كده، والصوص حلو ومش مليان تفل قوطه والكلام ده كله، بقطع القمع وبغسلها حلوه قوي قوي يا بنات، بحطها في ميه تغلي على النار، القشره بتاعتها بتقب، بقشرها وخلاص، بضربها في الخلاط واديها تسبيكه، وبعدين اول ما تبرد اشيلها في الفريزر يا بنات. تمام. فالقوطه ديت ب5 جنيه الكيلو، جبت 2 كيلو ب10. تمام. جبت ايه كمان يا بنات؟ جبت كيلو قوطه من امه 6.5. دي 6.5 يا بنات، عايزه اقول لكم اللهم بارك، والله ما تختلف عن ام 5 كتير، بس يعني انا قلت برضو اجيبها كده يعني ماسكه نفسها وناشفه شويه، بتنفعني يا بنات جدا بصراحه. في السلطه لو هعمل طبق طماطم بالجبنه، لو هخرطها كده جنب الاكل بتبقى جميله جدا. فجبت كيلو من اللي هي الكيلو ونص ب10. خليكي بقى انت كده لما تجيبي تصلصي، هاتي من اللي هي الرخيصه، بس بلاش الرخيصه قوي يا بنات المفعصه، لاني بيبقى اوقات جواها مش قلبها مش نظيف. زائد يا بنات ان هي بتهدري، انت بتوفري، يعني انت في فكرك او في دماغك ان انت بتوفري، بس انت مش بتوفري لانك بترمي منها كتير، فبتهدري منها، فانت كده مش بتوفري خالص، انت كده يعني ولا عملتي حاجه. فاهميني يا بنات؟ فهاتي من اللي هي الكيلو ونص ب10. خليها عندك في التلاجة في الدرج او في الطبق اللي انت بتشيلي فيه الطماطم بتاعتك، خليها بقى تستخدميها لاي حاجه. ممكن تخرطيها جنب الاكل، ممكن نعمل كده طبق طماطم بالثوم كده والدقه والحاجات الحلوه بتاعتنا. وممكن كمان يا بنات نخليها لطبق جبنه كده قريش بالطماطم. الحاجات دي انا بجيب الطماطم الكويسه كده، والطماطم اللي هي المستويه شويه بخليها اضربها في الخلاط واشيلها في الفريزر عندي. طب جبت ايه كمان يا بنات؟ جبت فاكهه بقى، مش هننسى الفاكهه من القاموس بتاعنا ده. طيب جبت يا بنات برتقان، اللهم بارك، ده برتقان جناين يا بنات، جناين يعني حاجه كده اللهم بارك جميله جدا. البرتقان ده يا بنات عامل 25 جنيه، انا قلت لكم البرتقان ب20 و25. بصراحه السوق كله ابو 20 ما عجبنيش، صغير كده ومفعص شويه. السوق يا بنات يوم ويوم، احنا عارفين الكلام ده، الاسعار يوم ويوم. البرتقان يا بنات اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله ولا قوه الا بالله، جميل جدا يا بنات، جميل قوي قوي قوي. جبت بال30 بقى، قطعوا 32 ونص، قال لي هاتي ال30 بس، يعني انا قلت له اوزن لي كيلو، فكان الكيلو ب25. فدول كده الاربعه دول ما شاء الله كبار يا بنات، انتوا شايفينهم عاملين ازاي، قطعوا 32 ونص. فقلت له طيب يعني خد ال2 ونص، قال لي لا خلاص هاتي ال30 بس. دي كده يا بنات الخضار والفاكهه اللي انا هوظفهم. طب تعالوا بقى نحسب كده الميزانيه دي عملت ايه معانا. 10 طماطم هنصلصها ونشيلها في الفريزر، دول 2 كيلو يا بنات، الكيلو ب5، 10 جنيه. 10 كيلو ونص ب10 طماطم، 10 بطاطا، 10 بطاطا. تمام. 10 كوسه، قلنا الكوسه يا بنات الكيلو وربع ب10، فجبنا كيلو وربع بالعشرة كوسه. تمام. جبت كمان يا بنات كيلو وربع بطاطس بالعشرة، 10 20 30 40 50 جنيه. 50 جنيه يا بنات خضار خارج الفاكهه.
خارج اللي انا هوريه لكم هنا دلوقتي برضو. طيب 50 جنيه يا بنات هنفرز في الفريزر، 1 2 3 3 اصناف هنفرزهم في الفريزر. عندي طماطم في البيت موجوده متوفره لاي ظروف، عندي كمان بطاطس لاي ظروف، عوزت احمر عوزت اعمل موجوده عندي. طب الفاكهه يا بنات جبنه بكام؟ ب 30 جنيه، جبنه برتقال ب 30 جنيه. طب احنا دلوقتي يا بنات عاوزين نزود صنف فاكهه تاني ونكمل مثلا ال 100 جنيه. لا ده انا هقول لك يعني انت كده بجد كتر خيرك. هاتي كيلو جوافه، الجوافه كلها دلوقتي ب 20 جنيه، قليل قوي لما بلاقيها ب 25 يا بنات، وعلى حسب من مكان لمكان. هاتي جوافه بال20، او اي نوع فاكهه تاني في حدود ال20 جنيه، يبقى 50 فاكهه و50 خضار شلنا في الفريزر زي ما قلنا، وحاجات موجوده معايا. طيب دي كده يا بنات يعني الخضار بالفاكهه اللي انا جايباها معاكم عامله كام يا بنات؟ 80 جنيه. تعالوا بقى نشوف الحاجه اللي بعد كده. طب يا بنات ايه الحاجه اللي انا جبتها بعد كده؟ تمام، بصوا بقى يا بنات انا جبت ايه. انا جبت كيلو الا ربع من اللحمه. انا ما بجيبش لحمه كتير يا بنات، او يعني فيما معنى الكلام انا مش بجيب طول الشهر لحمه، انا ممكن اجيب كيلو الا ربع او كيلو يقعد معايا شهر. طب بيقعد معاكي شهر ازاي يا اسراء؟ يعني بصي يا بنات ممكن اعمله على مرتين، اعمله على مرتين في الشهر لما ناكل لحمه، كل 15 يوم ناكل لحمه، حلو جدا جدا يا بنات. زائد بقى الفراخ اللي بنعملها، زائد السمك، زائد بقى يوم كده في اكل مشكل كده، الاكلات الشعبيه الحلوه بتاعتنا، يوم كشري يوم عدس، الدنيا بتمشي يا بنات. طب تعالوا اوريكم بقى قطعيه اللحمه اللي انا جايباها. ده كده عرق حطهولي كده بعد ما وزن طبعا. طيب اللحمه الكيلو ب 440 يا بنات، فده كده النص كيلو ب 220، دول كده كيلو الا ربع طبين شويه، فعاملين 340 جنيه. طب يا بنات انا بجيب القطعيه كده ماشي، انا بجيب قطعيه السن يا بنات، دي كده قطعيه السن، عشان كنت اتسالت برضو قبل كده يا اسراء بتجيبي اللحمه قطعيه ايه؟ دي كده يا بنات قطعيه السن. تمام، دي كده. وفي قطعه كمان هطلعها معاكم دلوقتي واوريها لكم، في قطع كمان يا بنات وهنقطعها مع بعض. عايزه اقول لكم اللهم بارك بجد والله يا بنات، مش عاوزين ان احنا برضو نستخسر في البيت والولاد والكلام ده عشان نوفر، لا برضو احنا ممكن نوفر بطريقه تانية. طب انا دلوقتي جبت كيلو الا ربع من اللحمه، او جبت الكيلو ب440 وعملت مرتين، مش مشكله خالص يا بنات. انا بحب كده يعني يجي عليا فتره في الفترات انوع اجدد اعمل حاجات الولاد بيطلبوها. تمام، فاللحمه اساسي معانا يا بنات في الشهر، حتى لو تعملي مره واحده لحمه مره واحده بس في الشهر، كل واحد على قد امكانياته وظروفه، وكل واحد اضرب حلو يا بنات. فعايزه اقول لكم ان ده بيمشي معايا الدنيا وبيعمل لي كميه كويسه. تعالوا بقى اوريكم بقطعها ازاي وبعمل ايه واظبطها ازاي، وهوريكم دلوقتي هنعملها ازاي مع بعض. يا بنات انا دلوقتي بقطع اللحمه قطعيه كده معينه، بحب ان انا اخلي الحجم كويس مش صغيره، بالنسبه بقى ان احنا هنعمل منها مرتين او 3 مرات في الشهر. فاحنا بالنسبه لنا لو انت عايزه تكتري طبعا الكميه براحتك خالص، بس انا بديكوا ابسط الحلول خالص ان احنا نعمل لحمه طول الشهر وما نكلفش نفسنا كتير. فعايزه اقول لكم يا بنات 340 جنيه او 440 على حسب انت هتعملي ايه، دي مش هتبقى تكلفه كبيره قوي قوي ليكي طول الشهر. انا بحب اقطعها قطعيه كبيره كده شويه، بحيث ان كل قطعه تكفي كل فرد فتبقى كويسه جدا. لو احنا 5 افراد كل فرد قطعه تبقى كويسه قوي قوي. وفي طبق كده هعمل فيه 4 قطع، هيبقوا اكبر قطعه في القطعه كلها اللي انا هقطعها بتاعه اللحمه. الطبق ده يا بنات بالنسبه لي بقى هيبقى اليوم كده في وسط الشهر، يعني مثلا انا قضيت ال 15 يوم خلاص، خلصت الوجبات اللي عندي. ولو انت بتمشي اسبوعين اسبوعين او بتجيبي حاجتك بالاسبوع، في نص الشهر كده هتبقي عندك الاكله ديت. ال4 قطع دول هيغنوا ان انت تشتري حاجه في يوم، فهيبقى بالنسبه لي يا بنات ده كده توفير. هعمل بقى جنبه كده شويه قلقاس، شويه ملوخيه، رز بشعريه، وهنعمل فراخ مثلا بالباميه بالفاصوليا بالكوسه بالحاجه اللي انا مخزناهم في الرزاق. بالنسبه لي يا بنات دي هتبقى وجبه حلوه جدا في نص الشهر، فيها بروتين وفي نفس الوقت كده هتغنيني ان انا اليوم ده اشتري اكل من بره. فزي ما بقول لكم انا قسمتهم على 3 اطباق. بحب اجيب القطعه على بعضها وانا اقسمها في البيت، ما بحبش بصراحه الجزار يقطعها لي، قليل قوي قوي لما اخلي الجزار يقطعها ويظبطها لي. هو انا بحب اقول له اقطع لي القطعه ديت او الحته ديت من السن. انا بحب السن قوي قوي يا بنات، دي بتبقى اكتر قطعيه طريه وناعمه جدا، مش متفله معاكي في الاكل خالص. فانا بحب اقول له قطع لي القطعه دي، وبقسمها انا بقى بطريقتي في البيت. ده كده كان فيديو النهارده يا بنات، ودي كانت مشتريات النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون فدتكم ولا باي حاجه بسيطه. شكرا قوي قوي لكلامكم الحلو. الفيديو اللي فات انا مبسوطه جدا، مشاهداته حلوه، وكمان كلامكم حلو قوي قوي وفرق معايا بجد، مش عارفه اقول لكم ايه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. حطوا اللايك بقى، ما تنسيش اللايك، اللايك بيرفع الفيديو بيشجعني جدا.
حطي كمان تعليق حلو منك. اشوفكم على خير. باي باي بنات.